مع وجود الماء. نعم. سؤال سمع من بعض الشيوخ أن الصلاة جائزة بدون قراءة فاتحة الكتاب، وعلل ذلك بأن الله تعالى لم يذكر ذلك في القرآن الكريم. لا، لم يذكر ذلك في القرآن الكريم. كل الفرائض لم تذكر في القرآن الكريم. لم يذكر في القرآن الكريم صلاة الظهر 4 ركعات أم 3. لم تذكر صلاة المغرب 3 ركعات في القرآن ونصليها 3. لم تذكر العشاء 4. لم يذكر في القرآن الكريم كيف الطواف يكون 7 وما إلى ذلك من أمور. الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم. السنة متممة ومكملة وشارحة ومبينة ومفصلة لما أجمل في القرآن الكريم، فقوله هذا قول هدر. بعض العلماء قالوا إن الإنسان يكفيه أن يقرأ آية طويلة من سور القرآن أو 3 آيات قصار كأبي حنيفة على سبيل المثال، ولكن لو خالف رأي الجمهور، والجمهور وما أجمعت عليه الأمة أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. شأنه إيه إن ترك فاتحة الكتاب؟ إن ترك فاتحة الكتاب ناسيا أو جاهلا وكان مأموما لا حرج عليه، صلاته صحيحة. إن ترك فاتحة الكتاب ناسيا وكان إماما أو كان منفردا يأتي بركعة، لأن الركعة قد بطلت، لأن الركعة التي لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب لم يعتد بها، يأتي بركعة بعدها. طيب إذا سلم وخرج من صلاته وتذكر أنه نسي قراءة فاتحة الكتاب في ركعة من ركعات الصلاة، عليه أن يعود ويأتي بركعة إن كان الوقت قصيرا، إن كان الأمر يسيرا بين تسليمه من صلاته وبين خروجه وعودته إلى الصلاة. أما إن طال الوقت وتكلم كلاما دنيويا كثيرا، يبقى في هذه الحالة عليه أن يعيد الصلاة. والعلماء يقيسون هذه المدة بما حدث من حوار بين ذي اليدين وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عندما قال ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فقال النبي: أم نسيت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجمهور الصحابة: حقا ما قال ذو اليدين؟ أحقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا: بلى يا رسول الله. المسافة دي، مسافة الكلمات دي اللي هي بعد التسليمتين على طول. إنما خرج صلى في مسجد أو صلى في بيته وخرج بره، اتكلم مع مراته، اتكلم مع أخواته، اتكلم مع صاحبه، اتكلم في التليفون، يبقى حضرتك بتعيد الصلاة مرة تانية. هاخد السؤال اللي بعد ذلك.